لجنة تحدد من الذي يلعب في الملعب السياسي ومن الذي يمنع من المشاركة واللعب فيه. حين نتحدث عن الأستاذ مجدي أحمد حسين فنحن نتحدث عن حرية الصحافة بعيدا عن الوصايا الأمنية والتنفيذية والرقابية والقلم الذي يتحدث فيه دون خطوط حمراء، ومن ثم يتحدث عن ضمير هذا الوطن في قضايا الفساد الكبرى، في المبيدات المسلطنة وضد رموز هذا الوطن هذا النظام في معركة لم تعرف خطا أحمرا تقف عنده. لكن كل الإعزاز والتقدير للمناضل والمجاهد الأستاذ مجدي أحمد حسين في معركة دعم المقاومة التي يراد لها يراد لها في هذا التوقيت تحديدا أن تتوقف لكتابة الفصل الأخير في تاريخ القضية الفلسطينية. أيها الإخوة الأعزاء، تشهد القضية الآن القضية ليست قضية الجدار وليست قضية المعبر وليست قضية الأنفاق، لكن الأمر الخطير هو سيادة حقيقية على هذه الحدود وعلى هذه الأرض. ومن ثم لم يكن اجتياز مجدي أحمد حسين ودخول الأراضي الفلسطينية لدعم المقاومة ونصرة هذا الشعب ضد العدوان البربري الوحشي عليه إلا إصرارا على هدم كامب ديفيد التي شكلت حالة خروج عن إجماع الأمة العربية وشكلت حالة إهدار لكل الأداء التاريخي والالتزامات الأخلاقية والإنسانية والتاريخية للشعب المصري قبل أمته التي ينتمي إليها، في مقابل حدث تاريخي وانحراف استراتيجي قام به الرئيس السادات حين وقع كامب ديفيد. ولعلنا نتذكر لماذا استقر وزراء الخارجية محمد إبراهيم كامل وإسماعيل فهمي ومحمود رياض احتجاجا وإصرارا من منطلق أن مصر بهذه الخطوة تقاطع أمتها وتخاصم أمتها وفي المقابل ترتمي في أحضان أعدائها. حينما يحاكم مجدي أحمد حسين بدخول لتأييد الشعب الفلسطيني والأمر في أقصى صوره يمثل مخالفة إدارية إذا كنا نتحدث عن منظومة